لو انت بتتعلم امبيدد سيستم ففي الغالب عدى عليك مصطلح الامبيدد لينكس، وممكن ما تكونش فاهم قوي ليه في حاجه اسمها امبيدد لينكس وهل هو مهم ولا لا. بص، خلينا متفقين ان اي جهاز في الدنيا عشان يشتغل محتاج اوبريتنج سيستم او بالعربي نظام تشغيل. تلاقي الجهاز بتاعك كده محتاج نظام تشغيل ويندوز او ماك او لينكس، او لو موبايل محتاج نظام تشغيل اندرويد او اي او اس. نظام التشغيل مهم في انه بينظم العمليات المختلفه بين الميموري والتاسكات والهاردوير والاوامر المختلفه اللي الجهاز محتاجها علشان يعمل لك اللي انت عاوزه في الوقت اللي انت تطلبه. الامبيدد لينكس بقى بيستخدم اللينكس كنظام تشغيل في بعض الاجهزه الالكترونيه. طب اشمعنى لينكس؟ اللينكس يا جماعه فري اوبن سورس، وده بيخليه ارخص نظام تشغيل ممكن تستخدمه. ده اولا. ثانيا، بما انه اوبن سورس فجميع الاكواد بتاعته متاحه، فممكن تاخد اي لايبرري خاصه باي جهاز انت محتاج توصله وليكن برينتر وتعدل عليها عادي جدا. بالاضافه ان لينكس بيدعم لغات برمجه مختلفه، يعني مش لازم تكتب سي، انت ممكن تكتب عليه بلغه البايثون عادي جدا او الجافا. ده غير مميزات لينكس المختلفه زي المالتي تاسكينج وميزه الامان العاليه اللي موجوده في نظام تشغيل لينكس. ومعظم الاجهزه اللي النظام بتاعها معقد وداخل فيها انترنت وتاسكات كتير بتكون شغاله بالامبيدد لينكس. فلو حابب تطور من نفسك اكتر في مجال الامبيدد ممكن تتعلم امبيدد لينكس، هيفيدك جدا باذن الله. وبس كده، السلام عليكم.